كلنا طبعا عارفين ان احنا درسنا في المدارس بتاعتنا الانجليزي البريطاني مش الامريكاني. فعشان تفهم الامريكان هما بيتكلموا، اعرف الفرق بين الانجليزي البريطاني والامريكاني، ده هيخليك تفهم الامريكان حتى لو بيتكلموا بسرعه. الاول الفرق اللي هنقوله النهارده اللي هو الحرفين اللي مسببين مشكله في الدنيا كلها، التي والار. البريطاني لما بيتكلم في كلمه بالذات فيها حرفين دول، زي كلمه مثلا better. هتلاقيه بيتك على التي وبينطقها بت بت، والار في الاخر بينطقها كانه بيتداوب، فهتبقى الكلمه بتتنطق بتا بتا. او كلمه لتر هينطقها لتا لتا. اما الامريكاني هتلاقيه بالعكس، اللي هو عكس عكاس. فاكرين المحامي خلف خلاف عكس عكاس المحامي؟ هتلاقيه على التي هينطقها بسرعه ويخطفها كانها ار، والار اللي في الاخر هينطقها، فهيقول لك better. او كلمه letter هتلاقيه